ما هو مش معقول كل ما النور يقطع ما نعملش اكل. ما هي ما تبقاش عيشة دي. ومش معقول كمان نجيب دليفري كل يوم. تعالوا بقى اما احكي لكم طبق البطاطس ده عملته ازاي. وازاي بقى ان انا كل ما اقوم اعمل الغدا بقالي اسبوع، كل ما بقول بسم الله الرحمن الرحيم هعمل الغدا الاقي النور قطع. بس الحمد لله اهي بتعدي، وربنا يعدي الايام دي على خير ويصلح احوالنا واحوال المسلمين جميعا يا رب، ويجعل مصر في حفظه وفي امانه طول الوقت باذن الله. تعالوا بقى اما احكي لكم حكايه الطبق ده ايه بالظبط. انا كل يوم بعد ما اخلص قهوتي بعد الفطار بقوم هشوف هجهز الغدا ايه وبعمله، هوب الاقي النور قطع. سبحان الله يعني النور بيقطع مثلا كل يوم يفاجئنا، يعني يقطع 3 يقطع 4 يقطع 5، كل يوم يفاجئنا بميعاد. فقلت ما بديهاش بقى، وانا كل يوم يا اما ناكل الاكل باقي في التلاجة يا اما اطلب دليفري، وبعدين الدنيا مش مستاهله دليفري. وكمان الولاد عندي ولاد وبنات وعايزين يتغذوا علشان في مراحل النمو، فمش معقول كل يوم اكلهم اي حاجه. بقالي اسبوع على نفس الوضع، النور يقطع بعد ما اشرب القهوه على طول انا هبطل اشرب قهوه. فطلعت الشوربه واللحمه وطماطم متسبكه في الفريزر، والحمد لله ان هما موجودين في الفريزر. انا كنت ناوي اعمل صينيه بطاطس بس بطماطم فريش ولحمه فريش، فكنسلت ده كله وطلعت اللي موجود في الفريزر. قشرت البطاطس دي اللي هي بيبقى فيها نقط حمرا كتير، دي بتنفع للقلية وللصينية وللطبيخ، بتبقى تحفة، ولا بتتكسر ولا بتتهري ولا بيحصل لها اي حاجة. احنا كنا دلوقتي كده حوالي الساعة 5:30 6 وما كانش النور لسه جه، فانا قاعدة على امل مستنية ان هو يجي ده كله وما جاش. مش هعمل غدا تاني، لا ما بدهاش بقى. جبت الصينية، اي صينية بقى انت هتعملي فيها، قطعت بصلة جوليان وحطيت معلقتين زيت وعليهم معلقة كبيرة سمنة بلدي وشوحتهم، بديهم تشويحة كويسة ورشة ملح ورشة فلفل. هنا بقى اكتشفت ان في فلاش وممكن اشغله لسه جاي في دماغي دلوقتي، فبشغلته علشان نشوف كده الحاجة واضحة بالظبط ونعمل ونشوف احنا بنعمل ايه. وفي الحقيقة انا عندي كشاف، بس انا في الوقت اللي جيت اشحنه بالليل فيه النور قطع، فبقى ايه كسلت اشحنه او نسيت اشحنه بالليل، فما نفعنيش بصراحة. فكنت شغالة على نور الشباك بتاع المطبخ، بس ما بيحوقش وكمان زي ما انتم شايفين الشباك على مسقط وانا دور تاني، فالدنيا ايه مضلمة عندي. فبدأت اقلب في البصلة كويس، يعني بدبلها كده مش بشوحها كتير، والصلصة هي موجودة هتفك ويا دوبك خلاص كده اتظبطت معايا. فهنزل عليها الصلصة وزودتها شوية مية وهسيبها تغلي غلوة، هي متسبكة، وعلشان متسبكة قبل كده هسيبها تغلي غلوة او 2 كده. وبعد كده في المرحلة دي بقطع البطاطس سمك كويس، مش تخين قوي ومش رفيع قوي، بحيث ان هي تستحمل الفرن وفي الوقت نفسه ما تتهريش. وهتشوفي في الاخر طالعة صينية زي الفل ولا غلطة. فبقطعها، بحاول اقطعها كلها نفس السمك. خلصت الكمية كلها. النقطة الحمراء دي ممكن تشيليها او تسيبيها، مفيش اي مشكلة، انا غسلها كويس. انا بحب النقطة الحمراء دي في البطاطس مش عارفة ليه. فكده تقريبا بقطع كله نفس السمك. خلصتها وباخدها اديها شطفة، بديها شطفة في الحنفية كده عشان النشا بتاع البطاطس. تمام كده. الصلصة خلاص غليت معايا. لو طماطم فريش لازم تسبك كويس جدا قبل ما تنزلي البطاطس، علشان البطاطس ما تتهريش منك، لازم تكون نازلة في طماطم متسبكة، دي خطوة مهمة جدا. غليت كويس، بدأت انزل البطاطس، بنزلها واحدة واحدة، ما تنزليش الطبق كله علشان لا قدر الله الصلصة ما تجيش عليكي ولا تلسعك ولا اي حاجة. نزلتها وهديها تقليبة كويسة وهسيبها تغلي غلوة فيها كده.
علشان الطماطم تبدأ تدخل في البطاطس. في ناس بتحب تحط كله على بعض وتدخل الفرن، بس انا من المدرسة دي لازم ادي كل حاجة حقها وكل مرحلة حقها بالظبط. بديها تقليبة كويسة جدا لغاية ما احس ان الصلصة كلها حوطتها، علشان تاخد غلوة محترمة قبل ما تدخل الفرن. طبعا في الوقت دوت بنكون مشغلين الفرن علشان يلحق يسخن معانا عقبال ما نخلص بقية الصينية. لازم تتسبك جامد علشان البطاطس تفضل محتفظة بالهيكل بتاعها، مهم جدا. تمام، سبتها كده، وفي الوقت دوت عقبال ما تغلي الغلوة بتاعتها هكون جهزت الشوربة بتاعتي اللي هي المفروض كانت بتفك التجميد بتاعها، وكمان غليت شوية مية في الكنكة على البوتاجاز طبعا علشان اعادل السقوعية بتاع الشوربة. شفتي هنا الطماطم تقريبا توغلت في الصينية كلها، البطاطس لونها بقى اورنج، اخد لون الطماطم وتحس ان هي شربتها كده. فجبت الشوربة وحطيتها عليها. طبعا الشوربة زي ما انتم شايفين فيها تلج، فبعادل دوت بالمية المغلية علشان ما وقفش سوى البطاطس. زودت عليها المية المغلية. لو بتحبي تحطي مرقة دجاج في المرحلة دي حطي، انا ما ضد الحاجات دي بصراحة. اي حاجة مصنعة انا مش معاها، فاللي بيحب يحط بألف هنا، اللي ما بيحبش يكمل زي ما انا بعمل. كده كده احنا هننزل اللحمة تاني فيها في مرحلة تانية، بس مش هنزلها دلوقتي طبعا عشان ما تتهريش. بقلب تقليبة كويسة وبسيبها تغلي، وبحط لها الملح بتاعها والفلفل. انا عارفة ان الصينية دي بتاخد معلقتين ملح، بحط عليها معلقة فلفل صغيرة. انا بحب يكون الفلفل واضح في صينية البطاطس، بيبقى طعمها ممتاز. فلو بتحبي تقللي قللي، لو بتحبي تزودي مفيش مشكلة، اللي يريحك. بس انا المعلقة دي، معلقة الفلفل دي بتظبط ظبطة ما شاء الله جميل. وبقلبها تقليبة كويسة وبسيبها لغاية ما تاخد غلوة محترمة كده علشان اعرف ادخلها الفرن. لازم الغلوة كويسة دي علشان الفرن يكون سخن وهي تنزل سخنة في الفرن وبتغلي، فتروح واخدة غلوتها بسرعة والدنيا تظبط وما تاخدش وقت كتير في الفرن. ده كله ولسه النور ما جاش لغاية دلوقتي، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. بقلب تقليبة كويسة وبسيبها تكمل غليان. بدأت تغلي بسيبها تكمل غليان، لازم تغلي كويس قبل ما تدخل الفرن. ليه؟ علشان تدخل سخنة جدا والفرن يكمل غليانها جوه. لو دخلتيها باردة بتاخد وقت طويل جدا عقبال ما تبدأ تغلي في الفرن، ولو دخلتيها مش مغلية كويس برضو بتاخد وقت كتير. هنا اللحمة كانت فكت، دي اللحمة دي كنت محمراها قبل كده، ودي لحمة مسلوقة بس مش متحمرة. وكله ان شاء الله هدخله مع الصينية، بس في مرحلة معينة، مش بدخلها من الاول علشان ما تتهريش. انا ما بحبش اللحمة مهرية كتير. دلوقتي بقى هعمل الرز. دخلت الصينية في الفرن وهبدأ اعمل الرز. حطيت زيت ذرة ومعلقة محترمة كده سمنة بلدي. شفتوا السمنة اصلا كانت عاملة ازاي؟ ساحت من الحر، ساحت. لسه كنت مطلعاها من التلاجة وانا بعمل البطاطس بس. وبنزل بقى عليهم بيسخنوا، وانزل عليهم بكوباية ونص شعرية علشان هعمل 3 كوبايات رز. وبحمر الشعرية كويس. فيديو الرز بشعرية هسيبهولكوا فوق ان شاء الله، وهسيبهولكوا في الكابشن تحت. احنا عملناه قبل كده واكيد انتوا شفتوه معايا، واللي ما شافوش يشوفوا، هسيبهوله فوق او في الكابشن. هي النور جه.
الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. والله لما النور يجي كده بتشاهد بمعنى الكلمة. بصراحة الواحد بتطلع روحه من الحر في المطبخ. يعني انا بكون مشغلة مروحة جنبي ومروحة على باب المطبخ علشان تطلع الصهد اللي في المطبخ، ده غير الشفاط اللي بيبقى شغال كده. بحس ان انا خلاص بطلع في الروح، وربنا يرحمنا برحمته يا رب. هنا خلاص الصينية كانت تقريبا 3/4 سوا اهي. ففي الوقت دوت بحط عليها اللحمة، بحط اللحمة بوزعها وبغطيها، بحاول اغطي اللحمة بالصلصة كويس علشان تاخد لون وتتحمر كده وتبقى جميل. هنا لسه فاضل صلصة لسه ما اتبخرتش. انا بحب صينية البطاطس تبقى شاربة الصلصة بتاعتها كده ويعني ايه متشربة بالصلصة كلها كده، وما تبقاش مميمية بمعنى اصح، ما يبقاش فيها مية او شوربة كده لسه موجودة، لا بحبها متشربة كويس. فبوزع اللحمة كويس وبحاول اغطيها بالصلصة علشان لما تدخل الفرن هتاخد لون مع البطاطس وتتحمر وتبقى ممتازة. ما بحبش احط لحمة نية مع الاكل، مش ده طبعي انا كده. اللي بيحب يحطها من الاول خالص مع الاكل، يعني يشوح اللحمة وبعد كده ينزل بالطماطم والبطاطس ويحطها، مفيش اي مشكلة بألف هنا. بس انا من عادتي انا كدعاء ما بعرفش اكل يعني احط حاجة نية مع الطبيخ. بس كده ودخلتها وطلعت وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين. اتشربت كويس، البطاطس ما اتهرتش خالص الحمد لله، كل دايرة بدايرتها، واللحمة خدت وش حلو كده، وتسويتها كمان ممتازة، ولا مهرية ولا معجنة ولا نية ولا اي حاجة. يعني بألف هنا للي يعملها بالطريقة دي. والرز كمان في الوقت دوت كان استوى، الاتنين تقريبا استووا على نفس التوقيت. وما شاء الله الواحدة بوحدتها. ما تنسوش تشوفي الفيديو اللي هسيبه لكم، ممكن اسيبه لكم اخر الفيديو ده ان شاء الله. وفرغت هنا والله البطاطس طالعة زي السكر. البطاطس دي بالذات اللي هي فيها نقط حمرا كتير بتبقى ممتازة في الصينية، ما تقلقيش وانت بتجيبيها خالص. شايفة طالعة سمكها حلو، تشربتها للصلصة حلوة، ما تهرتش، طعمها ممتاز وجميلة. واللحمة كمان تسويتها ممتازة، انا سلقاها حلو ودخلتها ما تهرتش برضو، طالعة زي ما انا حطيتها بس شربت شوية صلصة واللون بتاعها بقى جميل. بألف هنا وشفا عليكم. ولو وصلتي لغاية هنا ما تنسيش تعملي لايك سبسكرايب وشير للفيديو عشان الكل يستفاد.